مبدئيا الحلقة دي للكبار فقط، فيها معلومات مش مهمة ولا مناسبة لبعض الناس. خلونا متفقين إن فيلم المصلحة مش تجسيد للصراع بين الخير والشر، إنما هو قصة صراع وانتقام شخصي بحت. ويعني إيه بجد قصة حقيقية وأي تشابه بينها وبين الحقيقة تبقى صدفة؟ أنت فيلم مطين أصلا من أولها وتناقضاتك طافحة عليك. في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية إن شاء الله أول بأول. ويلا بينا نبدأ. في يا ابو فياض. عيبة طلعت. يا ابو فياض النظريه الجديده دي. عيبة طلعت. بص انا مليت فمش هشرح لك كتير. الفيلم كالعاده فيه سيل من الاخطاء، بس الخلاصه يعني ان في ضابط مكلف بتاجر مخدرات في سينا. اخو التاجر ده بيقتل اخو الضابط ده بالصدفه وهو بيهرب من كمين. طبعا لان اخو تاجر المخدرات بيطلع فاسد واخو الضابط بيطلع ضابط زيه يعني. فبيتحول الضابط لشخص بيسعى للانتقام من الاخ الصغير للتاجر، وبعد ما بينتقم بيتفتح باب للصراع بين الضابط والتاجر، وبتتقفل على تمهيد لجزء جديد علشان نفضل متحمسين حبة حلوة. حلقتنا البسيطة اللذيذة هتكون متقسمة لأجزاء قصيرة عبارة عن تحليل ونظريات، منها اللي اتقال قبل كده ومنها اللي ما اتقالش، عن شخصية سالم المسلمي وشخصية سليمان المسلمي أخوه وشخصية شادية. وفي النهاية هنعرف النظرية بتقول إيه عن النهاية المقصوصة من الفيلم، لأن المشهد الناقص ما يستدعيش جزء تاني كامل للفيلم. سالم المسلمي تاجر مخدرات من أغنياء بدو سينا، آخر تاجر في سينا وقتها. نرجسي، عنده درجة من درجات جنون العظمة، متسلط ومريض بالوسواس القهري، ودي النقطة اللي ذكرت كتير جدا، تحديدا وسواس الترتيب والنظافة، وده بيتضح في عدم ارتياحه لأي عوجة في اتجاه تمثال الحصان بتاعه، فعلى طول بينادي أم السعد تعدل الحصان. اوعى تكون فاكر إنه بينادي أم السعد كنوع من النرجسية والتسلط إنه بيأمرها، إنما في الحقيقة هو بيخاف يلمس الحصان، بيخاف يلمس مكان ايد اي حد تاني لمسه بسبب وسواس النظافه. وكذلك لما بيقول لام السعد تاكل ملك الاسده، هو عايزها تاكلها بنفسها، لانه برضه بيقرف من ملمس اللحمه النيه ولعاب الاسد. نيجي للنقطه الاهم في الموضوع، وهي سلوكيات سالم المنحرفه اللي بيعملها تجاه ابو فياض. في الحقيقه مش ابو فياض وبس، وشاديه ونانسي. في الحقيقه قعدت افرز النظريات كده. قلت في البداية هل سالم مثلي؟ ولكن الإجابة لأ، لأنه بيميل للستات عادي على عكس المثليين اللي بيفضلوا أبناء جنسهم فقط. فكرت تاني، قلت ممكن يكون عنده نوع من أنواع العجز في المسألة دي، فبيحب تكرار ذكرها علشان يغطي نقصه وضعفه ويداري عليه بإنه جامد وجاي في أي حاجة حية. ولكن برضه لأ، لأنه اتجوز نانسي وكمان كان ميال لشادية. ففضل معايا احتمالين، الأول إن سالم بايسيكشوال، يعني ميوله مزدوجة تجاه الرجال والنساء، ولكن تظل الدلائل ضعيفة على النظرية دي ومجرد دلائل ظنية ناتجة عن كلامه اللي بيقوله لأبو فياض. احنا ما مسكناش الراجل متلبس مثلا. والنظرية الأخيرة والمرجحة هي إن سالم عنده نوع من أنواع الهوس الجنسي مخلي الغريزة دي عنصر أساسي في حياته، فبيتكلم عنها كتير. مش شرط كل اللي بيقولوا عنها يكون هيحصل أو حقيقي، ممكن يكون مجازي، لأن خياله وتفكيره بقى ممزوج بالصبغة دي، وده بيتعزز لما بتختلط السيكبة والنرجسية بالهوس ده، فبيكتر الكلام ده على سبيل الكوميديا والمبالغة اللي بيشوفها الجهلة والغلابة نوع من الكاريزما والجاذبية. يعني الباد بوي اللي بيقول كلام ما يتقالش، فيقوم محمد سالم يترسخ عنده الاقتناع ده فيقول الكلام ده حتى بينه وبين نفسه او بينه وبين ابو فياض، حتى لو مفيش حد معاهم ينبهر ويضحك، لان سالم وصلت بيه النرجسية لانه مش محتاج متلقي لكلام، مش محتاج حد اكتر من نفسه، حابب يسمع نفسه وبس. على الهامش كمان سالم بيحب الادعاء، يدعي الذوق، الأدب، الكرم، الجدعنة، الهدوء، ودي سمة أساسية عند النرجسيين والمهووسين بالكاريزما، ادعاء عكس ما في داخلهم وإنكار حقيقتهم اللي مؤمنين بيها. بس مش في كل الأحوال طبعا، إنما في الأمور اللي بتستدعي اتنشن وانبهار من الناس بيمتزج الوسواس القهري الخاص بالنظافة وبيتضاف عليه وسواس الكمالية بين قوسين البرفكشنزم. عند سالم، وبيمتزج بالهوس الجنسي، فبتلاقيه بيسأل شادية إذا كان أخوه سليمان مارس معاها الرياضة. الموضوع مش إنها مش هتجوز له لو أخوه مارس معاها الرياضة، لأنها تجوز له عادي لو هيتجوزها بعد فترة العدة، إنما وسواسه بيمنعه من إنه يقرب من أي ست غير عذراء مارست الرياضة مع حد من أهله. يبقى أنت كده يا معلم عرفت سر تحرش سالم بأبو فياض. ننتقل دلوقتي لسليمان المسلم، اللي بالمناسبة أداء محمد فراج وإتقانه للهجة كان الأفضل في الفيلم، أفضل من عز والسقا وزينة، وطبعا دي معلومة اتقالت كتير. سليمان بيشترك في الانحراف النفسي والجنسي مع أخوه، لا مش قصدي إن هما بيشتركوا مع، لا يا اسطى، أنا قصدي إن الاتنين عندهم نفس الانحرافات بس بدرجات مختلفة. يعني غرقان في الفساد مع شادية ومتعاطي ومتدلع، ولكن الأهم من كده هي عقدته اللي تحمل أكتر من تفسير نفسي أو حتى جنسي. هنا بقى تبدأ تشك بقى، وهي غيرته على أخوه سالم اللي ظهرت في لقطتين لما عرف إن سالم هيتجوز. هيتجوز؟ مين؟ نانسي؟
رد فعله ما كانش حقد عليه ولا غيرة منه، إنما النظرية بتقول إنه كان غيران على أخوه. نفسي اشوف نانسي هذه اللي خربت طلع سالم، اكيد كود حلوة عشان يتجوزها. وكأن الموضوع فيه سر، تعلق مرضي وارد متعلق بالتربية أو غيره. كمان سليمان بياع وأناني، وده بيظهر لما بيختار ينفد بجلده بره البلد لوحده من غير شادية. أما لو اتكلمنا عن شادية فهي ببساطة وباختصار واطية، صاحبة سليمان علشان يتجوزها، وده بيظهر في تكرارها عبارة يلمنا بيت واحد. فهي عايزة تتستر وتاكل وتشرب وتتنقذ من الفقر. ولما سليمان هرب واختفى راحت بمنتهى السهولة عند سالم مباشرة، وكمان كدبت عليه إن سليمان ما لمسهاش وما مارسش معاها الرياضة عشان تمهد لسالم إنه يتجوزها. فهي بتاكل على كل الموائد، عيلة زبالة بالعم. نيجي بقى لآخر قطعة ناقصة في فيلم المصلحة، وهي إيه اللي حصل وقت محاكمة سالم وحمزة. أولا سالم وحمزة عقوبتهم القانونية واحدة تقريبا، وهي الإعدام. ويوم ما يكون القاضي رحيم هيجيب لهم مؤبد. طب ليه؟ مش محتاج أجاوبك على السؤال ده والله، بس ماشي. سالم تم ضبطه بكمية مخدرات كبيرة جدا فثبت عليه الإتجار، وكمان مظبوط معاه أخوه سليمان الهربان من السجن فتثبت عليه تهمة التستر على مجرم هاري. أما حمزة فقتل سليمان بدافع الانتقام، يعني قتل مع سبق الإصرار، مش أثناء هروب سليمان أو ضبطه بمخدرات أو دفاع عن النفس أثناء اشتباه. ده غير تبييت نية الانتقام لأخوه اللي مات على إيد سليمان مع سوء استغلاله لمهنته كظابط. وكل ده يخلي عقوبة الإعدام هي المرجحة للاتنين. بنشوف في آخر مشهد إن حد بيدخل موس لسالم من القفص علشان يموت حمزة، لأنه عارف إن الإعدام كده كده وراه ومفيش مفر. والنظرية التجارية اللي بتكمل الموضوع ده بتقول إن سالم بيقرب علشان يذبح حمزة، ولكن حمزة بقدرات احترافية وعالية جدا بيفادي نفسه ويغرز الموس في رقبة سالم وينتصر حمزة وينتصر الخير على الشر. أحمد السقا ساموراي بقى. أما لو عايز النظرية المطولة فالنظرية بتقول إن سليمان ما ماتش أصلا، ما ماتش من رصاصة حمزة، وحمزة بيتحاكم بتهمة الشروع في القتل بس، وسالم بيحاول يموته بالموس، ولكن بيتم إنقاذ حمزة وبيتعدم سالم وبتتبدل الأدوار. وبعد خروج سليمان من المستشفى وتقضيته مدة سجنه بيسعى هو للانتقام لأخوه سالم، وبيبقى هو عدو حمزة وبيستنى خروجه من السجن بعد سنين كتير. وساعتها بقى أنت اللي تقرر وتقول لي في التعليقات مين وقتها هينتصر، الراب ولا السقا. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، وسلام.